الناس كالملابس، فهل العالم مزدحم بالوجوه؟ لسنا مجبرين أن نفتح قلوبنا للجميع، ولا أن نلقي كل من مر بحياتنا قريبا منا تماما كما لا نرتدي أي ثوب يعرض علينا. هناك أشخاص يجب أن تتوقف عندهم، نقيس أثرهم علينا، نسأل هل يضيفون بنفسنا شيء أم يشغلونها. الناس ليسوا جميعا مناسبين لنا تماما كالملابس. نحن لا نرتدي أي ثوب يقع في أيدينا، نقيسوه أولا، نراقب هل يليق بنا، هل يمنحنا الراحة، هل يشبهنا. ولماذا نسمح لكل إنسان يدخل الحياة ديالنا بلا اختيار؟ هناك أشخاص مثل الملابس الضيقة الوجود ديالهم كيخنقك، يتبقى الصدر ديالك وتجعلك تشعر أنك لست على طبيعتك. هؤلاء مهما حاولت التأقلم معهم سيظلون يضغطون على نفسك. والحكمة هنا ليست في الصبر عليهم، بل في الابتعاد عنهم. وهناك بشر آخرون، وهناك ناس آخرون كالثياب العميقة البسيطة الجميلة، لا يرهقونك أبدا ولا يشغلك وجودهم. إنك تطمئن صامتا كأنهم يقولون لك دون كلام كن كما أنت، وهذا يكفي بطبيعة الحال. وكما كنت اختيار الملابس تسترنا، احذر ممن يكشفك، ممن يحول أسرارك إلى أحاديث والمشاعر إلى مادة للنقاش، والضعف ديالك إلى سلاح ضدك. ليس كل من اقترب منك يستحق يعرفك. وكما ننتقي الثياب التي تبرز الجمال ديالنا، غادي نختار من يظهر أجمل ما فيك، ومن يراك أفضل مما ترى نفسك أحيانا أنت، من ينيرك لا من يطفئك. ابتعد عن هؤلاء الذين لا يأتون إلا بالتقوى، بالشك، يأتون بالقلق، بالضجيج الداخلي، والذين يرحلون بعد أن يتركوا خلفهم تعبا لا يرى. صار الناس كما تختار ملابسك تماما، فما لا يليق بنفسك لا ينبغي أن يبقى في حياتك أبدا. في النهاية تذكر دائما ليس كل من اقترب منك صديقا، وليس كل من ضحك معك آمنا، وليس كل من شاركك الطريق يستحق أن يكمله معك. احمي نفسك كما تحمي جسدك، واختر من يخفف عنك لا من يزيد أثقالك. دع من لا يناسبك يرحل بكل هدوء. المغادرة أحيانا ليست خسارة بل نجاة. كن أنيقا في اختياراتك البشرية، فبعض الناس لا يرتضى حضورهم أكثر من مرة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة بحول الله. تذكر سلامك الداخلي أهم من إرضاء جميع الناس.